مساء الخير يا شباب، واهلا بيكم في فيديو جديد على قناة خيري 2D. وفي فيديو النهاردة يمكن غريب حبتين ويمكن هيفاجئ معظم الناس، بس زي ما قريته في العنوان كده بالظبط ده حقيقي. انا ما بحبش افلام الكرتون. هي الفكرة بقى ان يعني عادي ان يكون ناس ما بتحبش الكرتون، تمام، مفيش مشكلة، بس بيكون شيء غريب قوي ده بالنسبة لحد زي ان هو اصلا بيعمل كرتون وبيرسم وبيصنع فيديوهات انيميشن، هو ازاي ما بتحبش الكرتون وكده. بس انا هفهمكم، انا بحب مسلسلات الكرتون على افلام الكرتون. يعني انا تقريبا ما بتفرجش على افلام كرتون خالص حرفيا، دي حقيقة يعني علمية. انا بكره افلام الكرتون بالذات اللي هي الافلام ال 3D. انا ما بحبش افلام ال 3D خالص، الا يعني حاجات بسيطة قوي كده لديزني، كنت بتفرج على افلام لديزني معينة قوي كده، انما غير كده انا عموما بشكل عام ما بحبش افلام ال 3D. مش عارف بصراحة ايه السبب، يعني انا حاولت احلل الموضوع بس ما لقيتش سبب. يعني انا حقيقي جربت ان انا اجيب فيلم كرتون واقعد اتفرج عليه، بحس بملل رهيب جدا من اول حرفين ربع ساعة مثلا، اللي هو ما بكملش خالص، ما بكملش الفيلم، ما بكملش نصه حتى. مش عارف بقى هل ده مثلا بسبب قصة الفيلم ان هي بتكون مملة او يعني مش عارف، انا مش عارف ايه السبب. اكيد مش الانيميشن، اكيد مش بسبب الانيميشن، لان معظم افلام ال 3D الانيميشن بتاعها جامد جدا ما فيهوش كلام، يعني حتى ال 2D برضو نفس الكلام. بس هو العيب فيا انا، يعني انا معترف ان انا كشخص ما بحبش افلام ال 3D. يمكن يعني انا اكتشفت حاجه دلوقتي انا بتكلم، يمكن ده بسبب ان انا بميل للاسلوب البسيط في كل حاجة. يعني انا بحب في الرسم اللي هو الستايل البسيط اللي انا حتى برسمه في فيديوهات. انا ما بحبش الحاجات اللي هي بيكون فيها تفاصيل ومعقدة وكده. فبما ان ال 3D يعني معظمه بيبقى اصلا هو مبني على التعقيد والتفاصيل وازاي ان هم يطلعوا اكبر تفاصيل ممكنة في الرسم واكبر تفاصيل في التحريك والاخراج وكده، فيمكن انا ما بعرفش استمتع بشيء زي ده. وحاجة كمان برضو اكتشفتها حالا اهو برضو ان انا يعني للاسف بما ان انا بصنع اصلا كرتون، فانا لما باجي اتفرج على فيلم كرتون مش بكون مركز مع الفيلم نفسه على قد ما انا بكون مركز مع ستايل الرسم، وبكون مركز مع ستايل التحريك والاخراج وازاي الخلفيه دي معموله وازاي التكتشر ده محطوط ومش عارف ايه. فيمكن ده برضو سبب من الاسباب اللي بتخليني ما استمتعش بالفيلم قوي. يعني انا المفروض ان انا اما اجي اقعد اتفرج على فيلم افضي دماغي خالص من كل حاجه، وان انا اقعد اتفرج كمشاهد طبيعي. بس حاولت برضو اعمل كده وما قدرتش. يعني انا بتسحل في التفاصيل وقد ايه الانيميشن بيبقى حلو او الاخراج قد ايه فظيع او كده. زائد ان انا بقعد بصراحه، يعني ده عيب فيا كبير قوي انا معترف بيه، ان انا في اي فيلم سواء انيميشن او سواء فيلم واقعي حقيقي بقعد اركز في الاخراج لدرجه ان انا بطلع فيه غلطات من كتر ما انا بحب الاخراج وبحب ان انا يعني ادرس اخراج عموما. بقعد اركز في الافلام لدرجه ان انا بطلع فيها غلطات انتوا متخيلين؟ يعني انا معظم الافلام اللي هي العالميه الكبيره قوي اكتشفت فيها غلطات تكاد تكون بسيطه طبعا. يعني انا اكيد مش انا اللي هاجي اعدل على الناس الكبيره قوي دي، بس اقصد ان انا ما بقدرش خالص اقعد اتفرج كانسان طبيعي، لازم اقعد اركز في التفاصيل واقعد اركز في المشاهد، ولو في غلطه اخراجيه لو في مش عارف ايه. طبعا المشاهد الطبيعي ما بياخدش باله من كل الكلام ده، علشان كده بيقدر ان هو يركز مع قصة الفيلم، بيقدر يركز مع الحبكة الدرامية اللي بيحطوها، فبيخرج مستمتع بالتوليفة الدرامية اللي هم بيدوها له دي. انما انا ما ببقاش مركز خالص مع كل ده. انا ببقى مركز مع قواعد التحريك مثلا، هل متطبقة ولا لا، او هل تشريح الشخصيات والنسب والكتل مظبوطة ولا لا، وكل الكلام ده. فيعني ده شيء وحش بالنسبه لي، لان انا ده مخليني ان انا مش قادر استمتع خالص بولا فيلم. يمكن يعني لو فكرت كده شويه بس هلاقي ان اخر فيلم يمكن استمتعت بيه فعلا كان هو فيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، اللي هو كان 2019 تقريبا. وكان قبليها ما كنتش بتفرج برضو. يعني هو ايه، زي ما تقولوا بيجي فيلم كده كل طفرة زمنية اتفرج عليه فيعجبني. انما قبل سبايدر مان ده كان في افلام اتفرجت عليها ما عجبتنيش، وبعده
كان برضو في افلام نزلت اتفرجت عليها ما عجبتنيش. حتى فيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس ده هو نفسه انا كنت برضو مركز في الانيميشن وقد ايه تقنيه الانيميشن الجديده اللي استخدموها في الفيلم ده كان جامده جدا، حتى هم خدوا اوسكار على التقنيه دي انا فاكر. فاللي هو انتوا فاهمين الفكره يعني خلاص زي ما تقولوا دماغي ساحت على بعضها، ما بقتش قادر افرق او افصل ما بين الكونتنت كرييتور اللي جوايا وما بين الشخص العادي اللي رايح مثلا سينما علشان يستمتع بفيلم مع صحابه او ايا يكن. فعلشان كده بطلت ادخل افلام انيميشن خالص في السينمات، يعني حتى بطلت احمل افلام انيميشن. يعني كل فين وفين كده لما الاقي ان فيلم مثلا البوستر بتاعه يعجبني او الاعلان بتاعه يعجبني اما اشوفه على النت، اللي هو افكر احمله او لا، يعني ممكن كمان انام في نصه مثلا ما كملوش. ده بالنسبه للافلام الكرتون. اما بالنسبه للمسلسلات فلا بصراحه المسلسلات انا بحبها جدا. في مسلسلات كتير متابعها زي تين تايتنز. انا عموما بحب التين تايتنز جدا، فتلاقوني بقول اسمهم كتير يعني لان بحس ستايلهم بسيط قوي. وبالنسبه للانمي بقى، مسلسلات الانمي برضه انا ما بحبش الانمي بصراحه على قد ما جمهور الانمي كبير قوي انا عارف، بس انا جربت اتفرج على الانمي ما شدنيش قوي. يمكن زي ما قلت زمان قوي، اللي متابعني من زمان عارف ان انا مسلسل الانمي الوحيد اللي عجبني كان اللي هو ديث نوت. ده لحد دلوقتي انا ما زلت بشوفه للمره الرابعه والخامسه، يعني انا ما بزهقش منه بصراحه، بقعد اعيد فيه كتير. يعني مش عارف، ده عجبتني فكرته وعجبني ستايله، ان هو شخصياته روشه كده زي ما تقولوا ان هم روشين. مش عارف هل في مسلسلات تانية تكون قويه بنفس قوه ديث نوت؟ لو في يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وهحاول اجبر نفسي ان انا اتفرج عليها لعل عسى تعجبني يعني. وغير كده فانا مش عارف بصراحه ايه الحل معايا في موضوع ان انا ما بحبش اتفرج على افلام كرتون او مسلسلات كرتون ده. بس فاتمنى ارجع اقدر اتفرج على افلام تاني واستمتع بيها لمجرد اني بس قاعد بتفرج من غير ما دماغي تقعد تسوحني في اخطاء اخراجيه او قد ايه التحريك جميل او الرسم ستايله عامل ازاي او كل الكلام العظيم ده. ويعني بس لو في حاجات مثلا ترشحوها لي، في حاجات انتوا واثقين ان هي هتعجبني، اكتبوها لي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله ممكن اتفرج عليها وابقى اقول لكم برضو ارائي في فيديو تاني منفصل. وبس كده يعني، شكرا انكم اتفرجتوا واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.